تهور اروخو واخطاء تشافي كانت واحدة من اسباب خروج برشلونة ضد البي اس جي في دوري ابطال اوروبا في الدور الربع النهائي. البارسا عدى 30 دقيقة من المباراة وهو رابح واحد بلاش للجتة الحمراء بتاع اروخو واللي غيرت مجرى المباراة. تهور مش في بلاصتو واروخو يستحق البطاقة الحمراء اللي اعطاها للحكم. الحاجة الثانية وهي تغييرات تشافي واللي كانت غلطة ويتحمل مسؤوليته فيها بعد اخراج يمين يامال، واللي استغربت من الشونجمون هذا اللي عملوا تشافي. لامين يامال ورافينيا كانوا مصدر الخطر للبرشلونة على دفاعات باريس سان جيرمان، ولا نشوف كان خرج ليفاندوسكي اللي كان اسوأ لاعب في المباراة كان خير بالنسبه لبرشلونه. الحاجه الثالثه هي ضربه الجزاء واللي تهور فيها جواو كانسيلو بعد كره ميته على عثمان ديمبيلي واللي نتصوروا ما يعمل بها حتى شيء. نوض جواو كانسيلو لا طاح لا دزو يعطي بيلانتي للبي اس جي ومبابي يمارك الهدف الثالث. معليش مش نركز مع الحكم واللي كان عنده برشا اخطاء في المباراه، لكن اللي حيرني هو استفزازه لاعبي برشلونه واللي خرجهم من الطرح. لكن الحاجه اللي شدتني هي استفزاز ديمبيلي للجمهور بعد مباراه اليوم. نشوفوا جوار ناقم على فريقه السابق، الشيء اللي يخلي بالرسمي برشا تساؤلات.